السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال وفي احسن الاحوال. بشكركم، بشكر كل حبايبي اللي مستمرين معايا في القناة. كمان بشكر كل حبايبي اللي دخلوا عندي جديد، واللي بيشوفوني لأول مرة ما ينسوش بقى يشتركوا في القناة ويفعلوا جرس على الكل عشان عشان القناة مش تكبر اللي بيكم انتوا. متنسوش تحطوا اللايك. طبعا يا حبايب قلبي، ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انا بقى كان لازم اسعى على رزقي ورزق ولادي. ربنا يا رب يرزقني برزق بنات، اللهم امين. انا كده كنت زارعه شويه زرع كده في الارض، اللي هو ايه، الجرجير. الجرجير اهوت، انا كنت زرعاه. ف هنزل بقى دلوقتي عشان اقرط الجرجير، اقلعه واربطه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل كام عود كده عملته رابطه. بصوا بقى يا حبيب قلبي، لازم الواحد ده ما تقعدش. طبعا الحاجه بقت غاليه دلوقتي، والحال بقى يعني ايه، الحاجة غالية وباع على الكل بصراحة. دلوقتي محدش عارف يمشي ولا حاجة. ظروف صعبة جدا والمصاريف كتير، والحاجة اللي داخلة مش مكفية. فالواحد لازم تقوم كده تسعى كده على رزقها ورزق عيالها. طبعا الزوج موجود وكل حاجة بيصرف وكده، بس برضو الواحدة مننا لازم تقوم تساعد، ايد على ايد بتساعد. فايد لوحدها بصراحة ما تسقفش يعني. شوفي نفسك كده، وانت هتسقفي بايدك هتعرفي تسقفي؟ لا، لازم ايدك الاتنين. فايد على ايد بتساعد، والواحد من هنا برضو قرش وانت بتساعدي برضو. فانا بقى بصراحة ماليش غير ربنا. كمان وماليش غير ربنا وبناتي. فلازم الواحد يسعى كده على رزقهم، وربنا يا رب ان شاء الله هيكبر خاطري برضو بوجودكم معايا ان شاء الله في القناة. اكبروا خاطري بقى وحطوا لايك للفيديو، عشان اللايك مهم جدا يا حبيب قلبي. سامعين بقى صوت الهوا بقى كده؟ بعد ما خلصنا بقى اشيل بقى الطشت كده زي ما انتوا كده شايفين على دماغي، وابدا ان انا اطلع بيه. مشيت بقى والله بيه كده مسافة. انا عندي مشكلة كمان في ظهري، بس زي ما قلت لكم الواحدة لازم تسعى كده على رزقها ورزق بنات. قوموا بقى ما تكسروش، شوفوا برضو لو وراكوا برضو اي حاجة برضو عشان تعملوها. دولت برضو شوية جرجير. هي حاجة برضو ماهيش بس حاجة هتجيب فلوس وهتجيب قرش وكده. والحمد لله لازم الواحدة ترضى بأي حاجة ربنا قسمها لها، وترضى بالقليل. فلوسك تبقى يعني الحاجة القليلة تمشي على قدها. مفيش داعي ان الواحدة يعني ما بطلعش استلف فلوس من بره، ولا مثلا يعني اشحت اي حاجة من حد. لان طبعا انا مش متعودة على كده ولا متربية على كده. يعني طول عمري ما بصراحة ما وقفتش قدام باب حد وقلت انا محتاجة فلوس، وانا محتاجة ده ولا محتاجة ده. الحاجة اللي مش موجودة ما تلزمنيش. وكمان لو في حاجة برضو ضرورية، انا برضو يعني ازرع شوية خضار زي دولت، يجيبولي مثلا فلوس اصرف بتاع. بس انا عايزة اقول لكم ان انا تقريبا كنت النهاردة في الارض طول النهار مثلا من الساعة 7 الصبح لحد بالليل زي ما انتوا شايفيني كده. انا دلوقتي بقى كنت بعد اذان المغرب، وخدت الجرجير عشان ابله كده واغطسه برضو في البحر. فحطيت قدامه هوت الجرجير، وببدأ اجيب الشكارة ديت. دي شكارة رد اهيت، بفتحها كده عشان تبقى مربعة، وابدأ ارص فيها الجرجير بتاعي. طبعا الجرجير دوت واحنا بنربطه لازم ننضفه. لو في ورقة صفراء او اي حاجة بنشيلها، عشان الست برضو اللي هتاخده مننا، اللي هي التاجرة، تسترزق برضو منه. ما ينفعش ان انا اديها حاجة مش حلوة، علشان برضو ما ايه يعني ما ترجع لهاش. ما طبعا لو الزرع ده او الجرجير ده مبحش هيرجع تاني، يعني هيرجع تاني ومش هتدي، يعني مش هتديني حقه بصراحة. فهو مثلا لو كان بفلوس قليلة ورجع تاني، فهي لو لقيته مش نضيف هترجعه لي تاني. فلازم ده الجرجير ده بياخد وقت على ما نلم كده كام عود ونربطهم رابطة. اللهم صل على النبي، احنا كنا ممكن في حدود بعمل في اليوم حوالي مثلا 500 رابطة، 400 رابطة، 200 رابطة. اللي ربنا بيقدرنا عليه بعمله. وبنزل مثلا الساعة 8 الصبح، اتنني في قلب الغيط لحد مثلا الساعة، اللهم صل على النبي، حبايبي بتنني بقى لحد الساعة مثلا 12. بطلع بقى الظهر، وبعد كده بقى ايه، عشان كده
بقالي كام يوم ملخومه في الجرجير وما نزلتلكمش اي فيديو، فاعذروني بقى وحطوا اللايك. بعد كده بقى بنزل بقى حوالي الساعة 3 ابدأ اقعد تاني. طبعا من الصبح لحد الظهر مش هلحق ان انا اكفي ولا اخلص ال 500 رابطة، فبنزل تاني بقى الساعة 3 لحد الساعة 7:30 اكمل بقية العدد اللي هو الكام، اللي هو اللهم صل على النبي يا حبيبي، اللي هو ال 500 رابطة. فعشان كده باخد وقت. فطبعا على ما بجيب الجرجير ده اشيله من قلب الغيط لحد البحر بقعد برضو مسافة. وكده بقى خلصت اهوت. بعد ما عديت بقى العد كده دولت حوالي اللهم صل على النبي 100 رابطة، بربطهم بقى زي ما انتوا كده شايفين. بمسك الشكارة بقى كده، كل زوايا الشكارة بعملها عقدة كده مع بعضها، وببدأ احطه على الارض اهوت. هنشيله نحطه على الارض عشان يصفي المية الزيادة فيه، علشان طبعا التجرة هتيجي تاخده. فطبعا بصوا زي ما انتوا كده شايفين هعمل بقى اكمل بقى كذا واحده برضو زي اللي انتوا شايفينها ديت. وانا قلت بقى هعمل كل واحده زي دولت الم فيها 150 رابطه، واعمل 3 وحدات وخلاص النهارده، وكده يبقى حلو قوي رضا. دلوقتي بقى كانت خلاص العشاء قربت تأذن. يا رب في النهايه يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى ان ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.